عارف ان الكاميرا بتاعتك ممكن يكون فيها فلتر وانت ما تعرفش؟ كتير من المصورين بيشوفوا خطوط غريبة او تموجات على الهدوم او على القماش في الصور، وبيسألوا هو ايه اللي حصل. الحاجة دي اسمها موري باترن، وبتظهر لما تفاصيل القماش او النسيج تبقى ادق من ان السنسور يسجلها، او بمعنى تاني ان هو تداخل نمط البكسلز مع سنسور الكاميرا او الشاشه. بيحصل زي التضارب ما بين الترددات، يعني لو الشاشه بتاعتك الكواليتي بتاعها قليل هيظهر برضه. علشان كده بعض الكاميرات فيها فلتر اسمه ال LPF اللي هو اللو باس فلتر، او ممكن تسمع عليه باسم تاني اوبتيكال انتي الايزنج فلتر، وده بيبقى مكانه قدام السنسور بالظبط. الفلتر ده ببساطه اللي هو بيكسر التفاصيل الدقيقه جدا قبل ما توصل للسنسور، فبيقلل ظهور الموري تماما. بدل ما كل بكسل ياخد المعلومه الدقيقه، فبيحصل دمج خفيف ما بين البكسلز القريبه، وده بيقلل التداخل البصري، لكن في المقابل بيقلل الشاربنس شويه في الصوره. وعلشان كده في كاميرات تانية اللي هي التارجت بتاعها بيبقى الميجا بكسلز عاليه بيشيلوا الفلتر ده علشان ياخدوا شاربنس اعلى في الصور. انما الكاميرا اللي انا بستخدمها اللي هي الزد 6 3 فيها اللي هو الاي اي فلتر اللي هو لو باس فلتر بس خفيف جدا، فبتوازن ما بين الشاربنس وانها تحمي الصوره من الموري افكت. يعني ببساطه وجود الفلتر مش عيب، عدم وجوده مش ميزه مطلقه، وكل واحده منهم هي ليها استخدام مختلف. وحتى مع وجود اللو باس فلتر لو انت بتصور منتجات او حاجه فيها تفاصيل دقيقه، زي لو بتصور هدوم او شاشات او حاجه نسيج شبكي، استخدم فتحه عدسه مش ضيقه قوي من اول F4 لغايه 5 و6، وبدل زاويه الاضاءه لو انت شفت الموري افكت قدامك. وجود الفلتر بيقللها لكن هو مش بيمنعها 100%. واستنوني في الفيديو اللي جاي هقول لك تحلها ازاي لو لقيتها في الصوره بتاعتك. بس كده، سلام.